السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. ممكن تعرفنا عن اسمك؟ وائل الحاج، وائل أحمد حسان الحاج. وائل، ما شاء الله، حياك يا وائل، كيف أمورك طيب؟ الحمد لله. طيب مالك يا وائل بتعشى شلل رعاش. كم لك على هذا الحال؟ 3 سنة. 3 سنوات. طيب تشتغل ولا شيء؟ لا يعني ايش تمسح سيارات. تمسح السيارة، بتدخل رزقك في السيارة. الحمد لله. كم لك تشتغل في تمسح السيارة؟ من بعد المرض يعني. من قبل وين كنت تشتغل؟ كنت أشتغل كهربائي، خريج دبلوم. أنت خريج دبلوم، ما شاء الله، كنت تشتغل كهربائي. وإيش كمان كنت تشتغل؟ يعني أخذت يعني دخلت في الإذاعة بالخبرة، ما فيش معي شهادة يعني. كنت مذيع، ما شاء الله، وين كنت مذيع؟ إذاعة الحديدة. في إذاعة الحديدة، كم جلست فيها؟ يعني حوالي كذا 4 شهور. 4 فرحة الأسف وفرحة الحب. طيب اليوم نشتيك أنت وتسمعنا صوتك الإذاعي. إن شاء الله. إيش عاد تسمعنا؟ تفضل، هذا المايك، رحب بهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الأكارم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج بسمة عطاء، برنامج يحكي نفسه، برنامج حول الحقيقة خلف الغصون. من هنا من محافظة صنعاء، ولأول مرة مديرية المطار حي الويتات نقدم لكم أحلى وأجمل وأرق المنى، جوائز طيبة بانتظاركم. ترقبوا واستمتعوا وتعلموا. بدأنا. ما شاء الله ما شاء الله. كنت تقدم أنت برامج؟ كنت أقدم أخبار. ما شاء الله، سمعني صوتك الأخباري، أنا بمسك لك. قرر مصدر إعلامي مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في تمام 8:30 مساء يومنا هذا أقدم ميليشيات مسلحة إرهابية بالاعتداء على خطوط نقل الطاقة الكهربائية مارب صنعاء، مما أدى إلى خروجها عن المنظومة. وقد صرح المصدر للمواطنين الكرام بأنه سيتم عدد التيار الكهربائي خلال السنوات القليلة القادمة، حلم قد يتحقق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الصلاة على النبي. يعني الصوت الضخم هذا، الصوت الفخم هذا، الإبداع كامل. ايش سبب خروجك من الإذاعة؟ والله يعني مثل ما تقولي ما كان فيش دعم ان انا يعني ادخل في الإذاعة، وما كان فيش يعني معي وساطات يدخلوني سريع. انه ما كان قاعد استلمت حتى شهادة الخبرة، ما كان في، ما قد كنت معك شهادة. كنت هوايتي وعاد انا قايل يعني ان ادخل في الإعلام، بس الحمد كان لله. حلمك يعني وانت أن تكون إعلامي؟ بس اخذت الكهرباء لانه ابي كهربائي وجدي كهربائي وعمومي بالحديدة كهربائيين، بس قلت ادخل دبلوم الكهرباء عشان اتوظف في مصنع اسمنت باجل. خرجنا في 2011 وقفوا المصنع، وقفوا الرواتب، وقفوا كل شيء. بعد ما جاي المرض الحمد لله، ولا كنت شغال، من قد اشتغلت في المخا. طيب متزوج، عندك أولاد؟ كم عندك أولاد؟ 2. ما شاء الله يتربون عندك مصاريف. وين أنت ساكن؟ في دكان باعوا جنبي. ساكن في دكان. طيب هل يعني تمسيح السيارات وهذا هل يكفيك دخل مصاريف البيت وإيجار الدكان؟ ما يكفيش، لكن قد احنا على ربي. عايش يعني كذا ما يكفيش. من اللي بيعينك يعني؟ والله بعض الأحيان يجوا فاعلين الخير يساعدوني، بعض الأحيان زي ما الأيام هذه يعني ما يكفيش يعني ولا حاجة. الحمد لله. والزكاة تعاونت معي الحمد لله، تعاونت معي في العلاجات، تعاونت معي في كل شيء، بس وقفوا الآن المساعدات كلها. الآن تجلس كذا 24 ساعة ما توقف الرعشة هذا منك؟ حتى وأنا راقد في رعشة. حتى وأنت نايم؟ الحمد طيب لله. هل قالوا لك هل في علاج لها أو لا؟ ما فيش علاج، في مهدئات بس. هل المهدئات هذه يعني تهدئ الرعشة من جسمك؟ ايوه تهديني شوية، يعني بتكون الرعشة خفيفة، ما تكونش كمية قوية، بس العلاجات غالية ما اقدرش اشتريها. حوالي كم قيمة العلاجات؟ 48 كل شهر. كل شهر 48,000. وهل بتشتريه كل شهر ولا لا؟ من رمضان لرمضان. تشتريه من رمضان لرمضان؟ الحمد لله. الله المستعان. يحصل فاعلين خير في رمضان يشيلوا العلاج حق 2 شهر. طيب اسمعني، سمعني أي شيء كذا وتربح معنا جاي. السماعة يعني أي شيء، أنشودة، أي حاجة. سماك في الأخبار يعني. في الأخبار ولا حافظ أناشيد؟ حافظ يعني، أنا أقول لك هواية الإعلام ما يعني. خلاص سمعنا أي شيء من الإعلام وتربح معنا شيء إن شاء الله.
في صبيحة يوم الخميس الباردة والناس نيام،